اهلا بيكم يا احلى متابعين في مطبخ نوجة. النهارده هنعمل مع بعض وصفه مميزه جدا ومحبوبه. هنعمل مع بعض سمك اللوط. بصوا يا جماعه، الوصفه دي سرها كله في التتبيله، وهقول لكم ازاي تخلوها طعمها خرافي ومختلف عن اي مره جربتوها قبل كده. خليكم معايا خطوه بخطوه وهنشوف النتيجه اللي هتخلي اي حد يدوقها يقول لكم ايه التتبيله الوهميه دي. الاول شجعوني باللايك الجميل بتاعكم واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على اول حاجه معايا الكل عشان السمكيه كل ما بتاعتي، انزل وبعد فيديو كده يوصلكم ممكن كل نشتري جديد. السمك. ويلا ويلا بينا على الوصفه. بنشتري السمك الطازه اللي بتبقى العين بتاعته بتلمع والنخشوش بتاعه بيدي اللون الوردي الفاتح. لو لقيت النخشوش بتاعه مدي اللون الورد الغامق كده او اللون البني الغامق، اعرفي على طول ان السمكيه مش طازه يعني. تمام. هنقص بقى الزعانف بتاعته بالشكل ده كده، وبرده هنجيب السكينه برده او المقص وهنقص برده الزعانف بتاعته كده من فوق. وهنجيب بقى المقص وننزل القشور بتاعته ديت وننضف السمكة بتاعتنا تنظيفة سهلة جدا. السمكية ديت وزنها حوالي 3 إلا شوية. يعني أنا شاريها الأيام دي الكيلو ب180 جنيه، ده ب180 شاريها في الحلقة، من الحلقة نفسها. أما بره كده في المحلات الخارجية ممكن يبيعوه ب200 وشوية يعني. بس هي سعرها كويس برضو. طبعا انا مش شاريها من المزاد يعني، في عند القناه التانية ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو كده، وخدوا جوله فيها برضو عن اسعار السمك في المزادات يعني. القناه كويسه جدا جدا، هتستفادوا منها كتير. فيها برضو مجموعه منوعات لكل اي عروسه بتجهز نفسها، او عايزه تشور، او اي ست بيت عايزه تجهز عفشها عفش جديد وتجيب حاجات جديده او حاجات استعمال نضيف وكويس. فيها كل الجوالات، فيها كل حاجه عايزين برضو تعرفوها. فيها اسعار الملابس، اسعار شوار العروسه، كل حاجه عايزينها ان شاء الله هتلاقوها في القناه ان شاء الله اسمها جوله على الماشي مع نوجة. هسيب لكم اللينك بتاعها برضو في الوصف بتاع الفيديو ده، اللي حابب برضو يدخل ياخد جوله فيها كده ان شاء الله هتعجبكم. كده نزلت القشور بتاعه السمكه كلها كده من بره، وقصت الزعانف كلها. نجيب بقى المقص وبنرمي السمكة كده على ظهرها، وبنفتح بقى البطن بتاعتها كده بالطول. وما شاء الله من مميزات السمك بتاع البحر ده بتبقى بطنه نضيفة ما فيهوش اي حاجات تانية يعني. شايفين ما شاء الله، فتحت بطنها بتبقى زي الفل. طبعا هنشيل بقى الحاجات الزايدة دي كلها، ونشيل برضو النخشوش بيبقى جامد شوية، فبجيب المقص برضو وبحاول اقص الوصلة بين النخشوش والبطن. الحتة دي كده كده بحاول اقصها عشان تطلع معايا بكل سهولة. عايزه اقول لكم كمان سمك لوط ده من افضل الاسماك اللي ممكن تاكلوها، لان ما فيهوش شوك. طبعا لو انت بتعملي عندك عزومه او بتاكلي لولادك مش هيغلبك خالص، لان ما فيهوش شوك اصلا. ولحمه ما شاء الله زي سمك الفيليه بالظبط، وطعمه احلى بكتير بجد. ان شاء الله هتجربوه. وكمان التتبيله اللي احنا هنعملها النهارده هتعجبكم قوي. كده غسلت السمكه بتاعتي وشلت الاحشاء كلها اللي في بطن وشطفتها شطفه كويسه تحت الحنفيه. عايزين بقى تعملي صينيه اعمليه، عايزه تقليه ماشي اعمليه. احنا النهارده هنقليه، هنعمله بقى بالتتبيله الحلوه بتاعتها. كده غسلت السمكيه غسله كويسه، وبعد كده قطعتها جزل زي ما انتم شايفينها كده. عايزه بقى تقطعيها زي ما انت عايزه، إيه التقطيع اللي تحبيه. عايزه قطع رفيعه قطعيها، عايزه جزل تخينه كده زي ما انتم عايزين. انا قطعتها جزل كده وحطيت عليها ميه لحد ما الميه بس غطت وش السمك، ونزلت بحوالي ربع كوبايه كده من الخل وعصير ليمونتين 2 ومعلقه ملح. وهسيب السمك منقوع في الميه ديت لمده حوالي ربع ساعه بس على اقل حاجه. وبعد كده هشطفه شطفه كويسه كده، نتخلص من ريحه الزفاره، يبقى السمك بتاعنا ما فيهوش زفاره خالص. تيجي تاكلي الحاجه ما تلاقيش فيها زفاره، وتبقى ريحتها حلوه وطعمها احلى. تمام. هسيبه بقى كده في جنب، ويلا بينا نشوف هنعمل التتبيله بتاعتنا. سيبه بس منقوع في الميه زي ما قلت لكم، اقل حاجه ربع ساعه في الميه. بعد كده هنجيب بقى الكبه بتاعتنا، هننزل بيها بنص حزمه كده من الشبت، 4 5 كده عيدان من الشبت، وليمونتين 2 قطعتهم وحطيتهم، وقرنين 2 فلفل حامي او زي ما انتوا عايزين، بس الحامي بيخلي السمك طعمه حلو. و4 5 6 فصوص كده توم كبار، ومعايا ملح وكمون وبابريكا وكزبره، ومعايا شطه. نزلت بيهم كده معلقه كبيره من كل نوع، لان ما شاء الله السمكيه حجمها كبير، فكترت انا البهارات بتاعتها شويه. فطبعا على حسب وزن السمكه اللي انت هتعمليها. هنضرب بقى كل المقادير بتاعتنا دي كلها على بعض، هنضرب بقى كل المقادير كلها على بعضها لحد ما تبقى ناعمه معانا خالص كده. تمام. وهنزل كمان بحوالي ربع كوبايه كده من الخل على التتبيله بتاعتنا، وهنزل كمان بشويه زيت صغير حوالي معلقه ونص او معلقتين 2. وهقلب بقى التتبيله بتاعتنا وشم ريحه التتبيله بقى. التتبيله ديت بتخلي السمك وهم. هنجيب بقى السمك بتاعنا بعد ما صفيناه من الميه بتاعته، هنزل بقى بالتتبيله بتاعتنا ديت، وهنسيب السمك متبل في التتبيله ديت. بس حاولي بقى تقلبي التتبيله. استنوا كده، التتبيله، ايوه، نحاول نقلب التتبيله كويس في السمك لحد ما يشرب من التتبيله ديت، ونسيب السمك منقوع فيها اقل حاجه نص ساعه في التتبيله عشان خاطر يشرب من التتبيله، ونيجي ناكله نلاقي طعمه حلو قوي. وكل شويه برضو بنقلبه كده على الجنب عشان طبعا كل السمك يشرب من التتبيله كده. تمام.
هغطيه واحطه بقى على رف التلاجة لمدة اقل حاجة تلت ساعة نص ساعة، يعني مش اقل نص ساعة عشان يشرب من التتبيلة وطعمه كويس. كده خلاص سبته على التلاجة على رف التلاجة، وبعد كده طلعته بقى ويلا بينا نشوف هنعمل التغليفة بتاعتنا. هنجيب بولة فاضية وهنزل بمج كبير او كوباية كبيرة كده من الدقيق، كوباية ما شاء الله هتكفي السمكية دي كلها. وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من النشا عشان يبقى مقرمش، وهنزل بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. تمام. وهنقلب بقى الدقيق بتاعنا ده كويس جدا عشان برضو يمتزج كده مع البهارات اللي احنا حطيناها عليه، وهنقلبه تقليبة كويسة. هنجيب بقى السمك بتاعنا وهنغلب بقى السمك بتاعنا كويس في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده عشان خاطر يطلع معاكي مقرمش. معلقة النشا اللي احنا حطيناها على الدقيق دي بتخلي السمك ما شاء الله مقرمش. قلبي بقى السمك في الدقيق كويس لحد ما يشرب من الدقيق كويس، وبعد كده لما تيجي تحطيه في الزيت بتحاولي بقى تنفضي السمكية عشان خاطر الدقيق ده ما ينزلش في الزيت يعمل ريحة في السمك او يتحرق معاكي يخلي الزيت بتاعك يبقى غامق. هننفض بقى السمكية كويس ونرص بقى في الطبق الكمية اللي انت عايزة تقليها اهو شايفين. نرش عليه شوية دقيق محترمين كده من كل الجوانب. بعد كده بقى بننفضها تنفيضه كويسه ورصي بقى في الطبق على قد ما الكميه اللي انت عايزه تعمليها بتعمل بقى شويه بشويه. شوف بقى تقلي بقى قطعتين 3 4 5 مش مشكله، حطهم في الطبق كده وبعد كده حمري زي ما انت عايزه. خلص بقى السمك الكميه اللي معايا كلها كده اللي انا هعملها. هنجيب بقى طاسه ونحط فيها شويه زيت غزير ونستنى لحد ما الزيت يسخن معانا كويس عشان السمك ما يتكسرش معانا. دي اهم خطوه يا بنات. لو حطيت السمك والزيت لسه ما سخنش السمك هيتكسر معاكي وهيتهرى معاكي. تاني خطوه لما نرص السمك كده في الصينيه بعد ما الزيت يسخن كويس ما نجيش جنب السمك خالص الا لما يحمر من تحت، ابداي بقى قلبيه على الوش التاني. لكن لو قلبتيه والسمكه معاكي لسه بيضه وما احمرتش هيتكسر معاكي وهيتهري معاكي، طبعا في كل الاسماك، لان في ناس كتير يجوا يقولوا السمك بيتكسر معانا. يبقى الغلط من عندك انتي. بتقلبي السمكيه قبل ما تحمر، ما تجيش جنبها خالص طول ما لسه ما حمرتش معاكي ما تجيش جنبها خالص. شايفين بسم الله ما شاء الله السمكيه مديه اللون الذهبي، وعايزه اقول لكم مقرمش من بره وطري من جوه. احلى وصفه للسمك بجد. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. هسيبه بقى على العين اللي في النص يتحمر، وبعد كده هنجيب حله كده وهنزل بقى شويه زيت من زيت السمك، وهنعمل بقى شويه رز مفلفل كده زي بتوع المطاعم. ونزلنا كده بشويه كده من البصل، حوالي بصلايه كبيره طبعا حسب الرز اللي انت تعمليه. انا هعمل كوبايتين 2 من الرز. عملت بصلايه كبيره. هستنى بقى البصلايه كده لحد ما تحمر وتديني اللون البني. انا طبعا بفضل اعمله دايما بزيت السمك اللي بقلي بيه السمك، يخلي الرز حلو قوي. هستنى لحد ما البصله تحمر وتديني اللون البني المحروق. مش عايزه انا بقى الدرجه دي، انا عايزه اللون البني الغامق عشان الرز بتاعك يبقى لونه غامق شويه اهو شايفين. انا عايزه بقى الدرجه ديت في لون البصل كده. مجرد بس ما البصله تديك اللون ده هنزل بقى بكوبايتين الا ربع من الميه. انا هعمل كوبايتين 2 رز، نزلت بكوبايتين الا ربع من الميه، ونزلت بقى بالملح بتاعنا. وطبعا دوقي بقى الحدق بتاعك، لو محتاج ملح بتحطيله، لو مش محتاج خلاص. هنسيب بس الميه لحد ما تغلي خالص والبصل ينزل اللون بتاعه في قلب الشوربه. هسيبها بقى لحد ما تغلي كده وتنزل اللون بتاعها، وبعد كده هنزل بالرز بتاعنا وهقلبه كده. وبرده بتدوق الحدق، محتاج ملح حطي، مش محتاج خلاص. هستنى بقى لحد ما يغلي ويتشرب، وبعد كده هوطيه على عين هاديه خالص، او احط الرز على عين هاديه خالص، او وطيله وحطي بقى الشياطه. وبعد كده خلاص السمك بتاعنا بقى جاهز. شايفين بسم الله ما شاء الله لونه عامل ازاي، وكمان السمك ده طعمه حلو قوي. جربوا الطريقه دي وان شاء الله مش هتندموا. وكده خلاص السمك بتاعنا بقى جاهز. وكمان عملت شويه جمبري جنبيه. ان شاء الله الفيديو الجاي هنزل لكم الطريقه، والله العظيم احلى شويه جمبري هتاكلوه. وجربت السمك ده باذن الله هيعجبكم جدا. يا ريت بقى لو وصلتوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم يا احلى متابعين.